حتى أنت يا بروتس؟ إيه هو أصل وحكاية المقولة الشهيرة حتى أنت يا بروتس؟ المقولة دي منتشرة بين الناس، وده لما بيحصل غدر أو خيانة غير متوقعة من حد قريب منك، وهي مستوحاة من مسرحية الأديب الإنجليزي ويليام شكسبير يوليوس قيصر. ودي الطعنة اللي تم تصنيفها إنها من أبشع الطعنات وأقبح عملية اغتيال في التاريخ، وهي لحظة اغتيال يوليوس قيصر إمبراطور روما. كانت لحظة عصيبة وصعبة لما خانوا كل اللي وثق فيهم، واجتمعوا واتفقوا كلهم إنهم هيقتلوه، وبعد ما اتفقوا على قتله انهالوا كلهم عليه بالطعنات، وقيصر فضل واقف موقعش بالرغم إن كل الطعنات دي كانت في جسمه، لحد ما شاف صديق عمره بروتس. بس يوليوس قيصر لصاحبه والدم مغرقه، وعينه فيها نظرة رجاء وارتياح، واعتقد ان صديقه عمره جه عشان ينقذه، حط ايده على كتفه ومستني انه ينقذه، فقام بروتس وطعنه هو كمان. في الوقت ده بقى الطعنة ما كانتش شيء في جسم يوليوس قيصر ولا في قلبه، ولكن الطعنة كانت طعنة في ارادته وفي اماله. هنا بقى وقع يوليوس قيصر وكان راضي بالسقوط، وهنا اعلن انهزامه